يعني بحال القضاء بشكل عام هو الأمر يعني الصعيب في الحياة بشكل عام اللي كيكون اللي تيخضع للمنطق نتاع التأطير القانوني. خصني نشرح. مهما كانت القوانين تاع اللعبة، مهما تطورت الإمكانيات، مهما تطورت التكنولوجيا، كاين واحد الوازع أساسي في تطور القضاء بشكل عام والحكم بشكل خاص والتحكيم اللي كتمارسوه، وهو أصعب لأن القاضي تيكون عنده الوقت يقرأ القانون ويقرأ الملف ويقرأ مجموعة الأمور إلى غير ذلك. نتوما خصك دير تقييم في اللحظة وتاخذ القرار في اللحظة. التكنولوجيا هذه قرن عطات الاستشارة عند الحاجة بواحد الصور الفار اللي تعطيك أكثر وضوح على هذا، ولكن دائما خصك تاخذ القرار انستونتاني. هذا الأمر كيجعل من حضور الوازع الأخلاقي شيئا ضروريا. كيف ما بغت التدريبات تكون وكيف ما بغت التكنولوجيا تكون، لن يكون التحكيم سليما وقريبا من الموضوعية إلا إذا حضر الوازع الأخلاقي بشكل مستمر في حياة الحكم. هي باش غادي نختم، هي اللي غادي توصلكم المصاف نتاع الإخوة اللي غادي نحتفلوا بهم اليوم بمناسبة الترقية نتاعهم إلى درجة أعلى. أمنيتنا في ذلك هو أن المباريات الدولية يولي يكونوا 10 و15 حكم مغربي، والمباريات العالمية يكونوا 10 و15. وأمنيتنا أننا نكون باستمرار حاضرين في المباريات الكبرى لكأس العالم وكأس أفريقيا، وما تكونش عندنا حالة شاذة نتاع السي بلقولة رحمه الله وهي فرصة نترحم على روحه الطاهر. خص يقول لي هذا الشيء باستمرار، وهذا هو اللي غادي يعكس أيضا وجها من أوجه تطور كرة القدم المغربية والرياضة المغربية والمغرب بشكل عام.